مبدئيا كده احنا هنتكلم النهارده بعيدا عن حوار تيتا اليزابيث والدم كله حرام والهري ده. هنتكلم في الكوره وبس. عشان اصلا محمد صلاح ما هو الا لاعب كره قدم مصري ناجح فقط ليس الا. وبغض النظر عن هل كان صلاح ينفع يبقى قدوه فعلا على المستوى الشخصي ولا لا، لكن هو بالتاكيد على المستوى المهني والعملي لازم يبقى قدوه اي حد الحقيقه. الراجل ده كسر ارقام محدش بعده هيعرف يكسرها بسهوله. في الحياه العمليه صلاح ناجح بكل المقاييس اللي في المجره. بطل الدوري الانجليزي، بطل دوري ابطال اوروبا، صعد بمصر كاس عالم، بقاله فتره كبيره جدا محافظ على تواجده في القائمه النهائيه للبالون دور، دايما موجود في القائمه النهائيه لافضل لاعب افريقي، وقدر يفوز بالجائزه مرتين في 2018 و2019. طوال مواسم لعبه في الدوري الانجليزي وهو بينافس على جائزه افضل لاعب في الموسم وقدر ياخدها مرتين. الحاجه الوحيده اللي معاه محمد صلاح حاليا هي بطوله افريقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. أنا أحمد خليفة، وهنتكلم النهاردة عن مشاركات محمد صلاح في كأس الأمم الإفريقية. صلاح الحقيقة عايش الشعب المصري حالة كده غريبة وما حصلتش قبل كده. لو حضرتك بتسألني من 3 سنين من دلوقتي كنت هبصم لك بالعشرة إن مفيش مصري ما بيحبش محمد صلاح، ولا في حد مش فخور بيه وباللي عمله وبيعمله. يمكن الموضوع اتغير شوية الفترة الأخيرة لأسباب كتيرة، وأهمها مواقف صلاح الشخصية اللي أوقات كتيرة جدا ما بتعجبش الشعب المصري. والحقيقة يعني الموضوع ده لما تفكر فيه هتحتار برضه. يعني ممكن تقول لنفسك يا عم ما هو حر يعمل اللي هو عايزه. والله اعلم لو اي حد مكانه من اللي بيلوموا عليه دول كان هيتصرف ازاي. لان طبيعه البشر التنظير الحقيقه، دايما نعدل على بعض طول الوقت، مش عاجبنا بعض، وطول ما الموضوع ما يخصناش فاحنا فلاسفه ومثاليين في كل مواقفنا. لكن لو احنا في نفس الموقف غالبا يعني المثاليه دي بتقلب مهلبيه والدنيا بتسيح مننا خالص. وبرضه هتقول يا عم صلاح ما انت اللي بعتلنا بيها حلوه في الاول، ايام بازل وروما، والمصحف اللي ما كانش بيفارق ايدك في كل تمرينه، والسجود بعد كل هدف، وقصة ماتيتش ومشاري راشد، وعدم سلامك على لاعبين فريق بينتمي للكيان الملعون. الناس حست انك منهم فحبوك اكتر، وده خلاهم طول الوقت مستنيينك تساندهم في معتقداتهم، وخلاهم يزعلوا منك ويشيلوا. على كل يعني خلينا في الكورة اللي هو الصراحة بابا المجال فيها بالنسبة لمنتخب مصر على الأقل. صلاح اللي بدأ حياته في نادي عثماسون طنطا قبل ما ينتقل للمقاولين سنة 2006 ويلعب معاهم فريق أول من موسم 2010 لحد موسم 2012، وقدر مع المقاولين يحرز 12 هدف في 44 مباراة. بعدها اتنقل لبازل السويسري اللي تألق فيه، وقدر يفوز بالدوري مرتين ويحرز 20 هدف و17 اسيست في 79 مشاركة. وده اللي لفت أنظار مورينيو ونادي تشيلسي وخلاهم يقرروا يتعاقدوا معاه في 2014 مقابل 16.5 مليون يورو. فترة صلاح في تشيلسي ما كانتش أحسن حاجة، بس على الرغم من إن محمد صلاح مع تشيلسي ما قدرش يحرز غير هدفين في 19 مشاركة، إلا إن في اعتقادي الفترة دي استفاد منها صلاح جدا، وفرقت معاه في التوهج اللي حصل له بعد كده لما رجع انجلترا تاني. صلاح لما رجع كان خد على الأجواء في الدوري الإنجليزي، وكان راجع وعارف هو داخل على إيه والمفروض يستعد له إزاي. وده طبعا غير إنه اداله تحدي بينه وبين نفسه إنه يقدر ينجح في المكان اللي فشل فيه قبل كده. صلاح بعد فترة غير موفقة مع تشيلسي راح إعارة لفيورنتينا، وتألق معاهم في نص موسم وقدر يحرز أهداف في كبار أوروبا زي يوفنتوس وإنتر ميلان. وفي المجمل شارك صلاح مع فيورنتينا في 26 مباراة، أحرز خلالهم 9 أهداف وصنع 4. تألقه مع الفيولا لفت نظر نادي روما، وده اللي خلاهم يتقدموا بعرض نادي تشيلسي عشان يستعيروا محمد صلاح لمدة موسم مقابل 5 مليون يورو. توهج صلاح مع روما في أول مواسمه خلتهم يفعلوا بند الشراء ويخلصوا صلاح من تشيلسي مقابل 15 مليون يورو. في السنة الثانية له مع روما أبدع صلاح بشكل مبهر ولفت أنظار كبار أوروبا. صلاح إجمالا مع روما لعب 83 مباراة، أحرز فيهم 34 هدف وصنع 22. أداء صلاح الملفت مع روما خلى يورجن كلوب يصر على تواجد صلاح في الفريق اللي بيبنيه ليفربول ومخطط له إنه يفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. وبالفعل اتعاقد ليفربول مع صلاح في 2017 مقابل 42 مليون يورو. ومن أول لحظة وصول محمد صلاح ليفربول وهو حديث الساعة في المدينة الإنجليزية. صلاح هو المعشوق الأول لجماهير ليفربول آخر 5 سنين. أرقام صلاح مع ليفربول حرفيا مرعبة، وكسر أرقام قياسية مهولة. صلاح إجمالا مع ليفربول شارك حتى الآن في 332 مباراة، أحرز خلالهم 204 هدف وعمل 88 أسيست. صلاح قدر يفوز مع ليفربول بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي والسوبر الأوروبي والسوبر الإنجليزي. لكن مع تألق صلاح الملفت مع الأندية، إلا إنه مع منتخب مصر ما قدرش يحقق أي بطولة حتى الآن،
الا الصعود لكاس العالم لو هنعتبر ده بطوله، يعني لانها بالنسبه لنا اهم من كاس افريقيا بكتير. في الواقع صلاح فشل في تحقيق اي بطوله حقيقيه مع المنتخب خلال 12 سنه من المباريات الدوليه. صلاح من 2011 وحتى الان فشل على مدار 3 مشاركات في كاس افريقيا انه يرفع الكاس ويتوج مجهوده وتاريخه الكبير جدا مع المنتخب. صلاح مع مصر اجمالا شارك في 94 مباراه، احرز 53 هدف وصنع 31. صلاح هو الهداف التاريخي المصري في تصفيات كاس افريقيا برصيد 18 هدف، والهداف التاريخي المصري في تصفيات كاس العالم برصيد 15 هدف، والهداف التاريخي المصري في كاس العالم برصيد هدفين بالتساوي مع عبد الرحمن فوزي. اما بالنسبه لمشاركاته في كاس الافريقيه فهي اضعف ارقامه مع المنتخب على الاطلاق، لان بالاضافه انه ما قدرش يفوز مع المنتخب باللقب ده، فهو كمان بيتفوق عليه 5 لاعبين في قائمه الهدافين التاريخيين لمصر في بطوله كاس الافريقيه. صلاح بدأ مشاركته مع منتخب مصر في كاس 2017، وقدر يقود مصر للوصول للنهائي ويقربها من الكاس اللي كانت غايبه عن المشاركه فيه لمده 3 دورات سابقه من 2012 لحد 2015. لكن خسر المنتخب للاسف في النهائي من منتخب الكاميرون 2-1 وما قدرش يحقق اللقب. صلاح في الجابون 2017 شارك في 6 مباريات واحرز هدفين. مصر نظمت كاس 2019 وكل الجمهور المصري كان متفائل جدا بقدره المنتخب على تحقيق اللقب، لكن للاسف خسرنا في دور ال 16 من جنوب افريقيا 1-0 وودعنا البطوله. صلاح في بطوله 2019 شارك في 4 مباريات واحرز هدفين. في بطوله 2021 في الكاميرون قدر صلاح تاني انه يقود المنتخب للتاهل للنهائي، لكن للاسف الخساره من السنغال بركلات الترجيح نهت حلمه في رفع الكاس. في بطوله 2021 شارك صلاح في 6 مباريات واحرز هدفين. اجمالي عدد اهداف صلاح في بطوله افريقيا 6 اهداف، وده بيخليه في المركز الخامس في ترتيب هدافين الفراعنه في كاس افريقيا بالتساوي مع محمد ابو تريكه وبعد كل من حسن الشاذلي اللي في المركز الاول برصيد 12 هدف، حسام حسن اللي في المركز الثاني برصيد 11 هدف، احمد حسن اللي في المركز الثالث برصيد 8 اهداف، وعلي ابو جريشه وطاهر ابو زيد اللي في المركز الرابع برصيد 7 اهداف. صلاح قدامه فرصه تاريخيه في كاس 2023 في الكوت ديفوار. المنتخب فايق وكل الجمهور المصري متفائل بالبطوله وشايف اننا نقدر نحقق اللقب اللي وحشنا كلنا كجمهور مصري. قولي رايك، هل يقدر المنتخب يحقق البطوله ولا احنا بنوهم نفسنا وهنتصدم في الاخر؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه وتفعل الجرس. شكرا واشوفكم على خير.